إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من قراءتي للتعليقات جالي أسئلة مهمة جدا عن رمضان والحاجات اللي تفطر في رمضان والحاجات التي لا تفطر، فما حبيتش ان انا ارد على واحد واحد، جمعتهم كلهم في فيديو واحد. ركزوا معايا فيه لان فيه تقريبا 30 معلومة ممكن اغلبنا ما يعرفهاش للصائم في رمضان. ركزوا معايا ان شاء الله وانتوا هتعرفوا حاجات مفيدة جدا بإذن الله، ايه اللي يفطر وايه اللي لا يفطر في نهار رمضان. ولكن قبل ما اقول اي حاجة صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعملوا لايك للفيديو ده بالذات عشان ينتشر وناس كتير تعرف المعلومات الجميلة دي ويوصل لها الفيديو ان شاء الله. وكل واحد فيكم او كل واحدة تشير الفيديو على قد ما تقدر لحبايبها وكل اللي ممكن يستفاد منه، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله، لأن الدال على الخير كفاعله. أولا دم الاستحاضة. إيه الاستحاضة الأول؟ الاستحاضة دي هي الدم اللي بيجي خلاف دم الحيض. يعني لو الواحدة دورتها 5 أيام، الدم اللي بعد كده اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر اللي هو مش ميعاد دورتك أصلا، ده دم استحاضة، وبيبقى عادة أخف بكتير من دم الحيض، بتلاقي بقع بني أو حاجة زي كده. ده كله لا يفطر. عدي أيام دورتك بالظبط اللي انت متعودة عليها، وبعد كده اشطفي وصومي وصلي عادي، ما فيش أي مشكلة. أخذ أدوية لمنع نزول الحيض لإتمام الصيام جائز ولا حرام؟ هو شرعا جائز، يجوز ان الانسانه تعمل كده وتاخد حبوب عشان ما تفطرش، ده جائز ما فيش مشكله، بشرط ان ما يكونش فيه ضرر. ولكن ليه نعمل كده؟ دي هديه ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، بيقول للست ريحي في الايام دي، خدي راحتك وما تصليش ونامي وما تصوميش عشان ربنا اعلم بضعفنا. فليه ربنا يديك الهديه وانت ترديها؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه. اداكي كام يوم مش هتصلي ومش هتصومي فيهم وتقضيهم على مدار السنه، بترفضي الهديه ليه؟ فما فيش داعي يا جماعه ان احنا نعمل كده، لان ده اكيد بيضر الجسم، فما فيش حد يعمل كده. وان كان شرعا لو عايزه تعملي كده هو شرعا مش حرام، بس لا يعني مش مستحب. بالنسبه للقيء، لو الانسان وهو صايم غلبه القيء يعني غصب عنه رجع، هل يفطر ولا لا يفطر؟ لو غلبه القيء لا يفطر. اما اذا تعمد او حد هو اللي بطنه تعباه ومش قادر وراح حاطط صباعه في بقه فقوم نفسه فرجع، لا في الحالة دي كده الصيام باظ ويقضي يوم تاني، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء. زرعه يعني جه غصب عنه، ومن استقاء عمدا فليقضي. يبقى فهمنا الموضوع كده سهل ان شاء الله. كمان استخراج النخامة أو البلغم لا يفطر. لو الإنسان عنده بلغم في صدره وكح وتف خرج البلغم من صدره، ده لا يفطر. برضو في معلومة مهمة جدا، الاحتلام في نهار رمضان. لو الإنسان وهو نايم رايح في النوم حلم إنه بيجامع، أو الست حلمت إنها حد بيجامعها، طبعا ده يعني المفروض إن هو بيوجب الغسل، ولكنه لا يبطل الصيام. يعني أنت دي حاجة خارج عن إرادة الإنسان، فلا يعني صيامه صحيح وكل حاجة، ولكن لو رأى الماء يقوم فيغتسل ويكمل صيامه عادي، ما فيش أي مشكلة، لأنه ليس باختيار الصائم، إنما حاجة حصلت غصب عنه، فواجب عليه الغسل من الجنابة، ولكنه لا يبطل صيام. كمان معلومة تانية، لو احتلم الإنسان قبل صلاة الفجر ويعني ما كانش في نهار رمضان ولا حاجة هو، ولكنه ما قدرش يقوم يغتسل، فأجل الاغتسال لحد ما يقوم، يجوز ما فيش مشكلة. والكلام ده برضو بينطبق على الجماع. لو الراجل جامع مراته بالليل وما اغتسلش لحد ما يقوم، ولكن ده لو هيضيع الصلاة يبقى حرام، المفروض ان هو يقوم وما يضيعش فرضه. والراجل جامع مراته قبل الفجر مثلا بساعة وارتاحوا شوية وبعد كده هيقوموا يعني يغتسلوا ويصلوا الفجر، لا حرج ما فيش اي مشكلة، لان ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من الجماع ثم يغتسل ويصوم. ونفس الحكاية لو انقطع دم الحيض عن المرأة بالليل وجب الغسل، ولكن هي مرهقة وتعبانة ومش قادرة تتشطف دلوقتي، فممكن تنام وتقوم أول ما تقوم من النوم تغتسل وتكمل يوم صيامها عادي، ما فيش أي مشكلة، لا حرج في ذلك. بس تكون ناوية الصيام
قبل ما تنام، يعني تنوي الصيام قبل ما تنام، تتسحر وتنوي الصيام، ولما تقوم من النوم تغتسل وتكمل صيامها عادي جائز، مفيش فيها حرج ان شاء الله. طيب الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم في نهار رمضان للصائم، هل يفطروا ولا ينقصوا الأجر بس؟ لا طبعا هو لا يفطر، يعني هو لا يفطر، صيامك ماشي صحيح ولكن نقص الأجر كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. فكده صيامك مش باطل، لا الصيام صحيح عادي، ما مش عليك قضاء يوم ولا حاجة، ولكن انت يعتبر ما خدتش حسنات لانك ضيعت اجر صيامك بهذا العمل. والمفروض ان الانسان وهو صائم لو سبه احد او شتمه يقول اني صائم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صيام يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإذا سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. كمان لو الإنسان، طبعا دي معلومة أغلب الناس عارفينها، لو الإنسان أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فصيامه ما فيش أي مشكلة، لا يفطر. ليه بس يكون ناسي، واول ما يفتكر يتوقف، مش يفضل يكمل ويبلع اللي في بقه، لا لا لا، لو افتكر خلاص. 2، لو الانسانه الست بتعمل الاكل في مطبخها وعايزه تدوق الاكل عشان تتاكد ان الطعام سليم ولا لا، يجوز مفيش مشكله، بس على شرط ان ما تبلعش حاجه، مفيش حاجه تنزل في البلعوم. الكريمات والمرطبات والمراهم دي كلها ما بتفطرش. الروج ومرطب الشفايف ما بيفطرش طالما مش هتبلع منه شيء. المكياج عموما يا جماعة ما بيفطرش، بس تكوني حاطاه في بيتك لزوجك، مش تخرجي بيه في الشارع، لانك لو خرجتي دي مصيبة كبيرة وفتنة عظيمة، انت بتخرجي تفتني الناس وتضيعي عليهم صيامهم، يبقى انت ضيعت صيامك وصيام الناس. فالست لو حطت مكياج في بيتها لزوجها وهي صائمة ما فيش اي مشكلة، المهم انها ما تبلعش منه حاجة. غسيل الأسنان بالفرشة والمعجون لا يفطر طالما مش هنبلع منه شيء. استخدام السواك لا يفطر، وإنما هو سنة مؤكدة ومحببة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجره عظيم جدا. بخاخة الربو بتفطر يا جماعة، خلي بالكوا أي حد عنده الربو وبياخد البخاخة في نهار رمضان البخاخة بتفطر. أما قطرة العين لو تجاوزت الحلق تفطر، يعني لو احنا حطينا قطرة العين وهو بس ما حسيناش بطعمها في البق لا ما تفطرش، انما لو حسيت بمرارتها او الملوحة بتاعتها في البق لا كده يبقى انت فطرت. قطرة الانف نفس الحكاية، لو لم تتجاوز الخياشيم لا تفطر، يعني انما لو جت في الحلق ودقت طعمها تفطر. قطرة الأذن ما بتفطرش. حقن العضل والوريد المغذية كالفيتامينات بتفطر، نفس الحكاية. حقن العضل أو الوريد بس تكون غير مغذية لأي علاج تاني لا تفطر، وخاصة إذا كانت للضرورة لو الإنسان مضطر للحاجة دي. نقل الدم ما بيفطرش. البرفانات والبخور والعطور والروايح عموما ما بتفطرش، بس ما الست ما تحطهاش وهي خارجة طبعا بره بيتها. خلع الضروس والأسنان لو ما فيش حاجة تجاوزت الحلق ما بتفطرش. نزول دم الحيض أو النفاس بيفطر ولو قبل المغرب بثواني، لو اكتشفت ان الدورة جات لك قبل المغرب بثواني افطري وقضي اليوم اللي عليك ده، ولكن ان شاء الله نحتسب عند ربنا انك خدت الأجر كامل ان شاء الله. اتمنى تكون المعلومات البسيطة دي فادتكم وفيها حاجات ما كنتوش تعرفوها، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل ويوفقنا في رمضان إلى الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال. اجتهدوا على قد ما تقدروا، الأيام دي خسارة نضيع فيها ثانية يا حبايبي. ربنا يوفقكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.